إسرائيل والصهيونية يعيشون الآن حالة استنفار وهلع. شوفوا المقطع هذا الصادم، وبعدها بشرح لكم ليه صار وليه صار الآن. مقطع مؤلم جدا بكل صراحة، ومقصود أنه يكون مؤلم بهذا الشكل. هذا الشخص اسمه تشارلي كيرك، مشهور جدا في أمريكا، داعم لترامب بشكل كامل ومستميت بالدفاع عن إسرائيل، وله شعبية عارمة بين طلاب الجامعات في أمريكا، وهي أكثر شريحة لها أهمية في أمريكا وفي العالم كله. تم اغتياله بالأمس بهذه الطريقة البشعة. طيب، وش سبب اغتياله وليش صار الآن؟ أغلب العالم اللي ما يعرفون وش قاعد يصير بالضبط بيقولون هذا مدافع عن إسرائيل وبالتالي تم اغتياله لأنه يدافع عن المجازر، وربما اللي اغتاله يكون أحد المدافعين عن فلسطين، أو ربما يكون فلسطيني. وللأسف كثير من اللي في العالم العربي انجرفوا لهذه الرواية بدون وعي. بذكر لكم في البداية الرواية اللي يحاولون يروجونها عالميا وليه قاعدين يحاولون يروجونها، وبعدها بذكر لكم الحقيقة اللي تثبت بأن إسرائيل والصهيونية يعيشون الآن في وضع وفي حالة هلع واستنفار. طيب، أول ما صار الاغتيال بعده مباشرة خرج نتنياهو وغرد بتغريدة يندد بهذا الاغتيال، ويقول بأن هذا بطل، وأننا ندين هذا الاغتيال، وأن هذا الاغتيال هو ضد المحافظين، لأن هذا جزء من المحافظين، وضد المدافعين عن إسرائيل. وبدأ يلعب لعبة المظلومية، وأننا مظلومين، لسنا ظالمين نقتل في غزة، نحن المظلومين. في نفس الوقت بدأت نتائج التحقيق الأولية تظهر وتقول بأن الرصاصة اللي تم اغتياله فيها كان محفور عليها علامة تدعم المثلية. ثم أتوقع ما مشى الموضوع، فقبل 3 ساعات طلع ال FBI بنفسه ووضع صورة وقال بأن هذا الشخص مشتبه فيه، ويطلب من الناس التعرف عليه لأجل الإمساك به. طبعا أتوقع ما يحتاج أشرح وش تتوقعون ممكن تكون الصورة اللي حطوها. الصورة موجودة عندكم تحت. أول شيء يريدونه هو أن إسرائيل تريد إلصاق هذه التهمة بفلسطيني أو شخص يدعم لفلسطين، والأفضل بالنسبة لهم حلم إسرائيل ونتنياهو أنهم يلصقون التهمة بفلسطيني. بالتأكيد الاغتيال لم يتم من قبل فلسطيني، بصمات الموساد واضحة على الاغتيال هذا، لكن خلني أعطيكم تسلسل الأحداث والرواية اللي هم يذكرونها، بعدين بقول لكم وش الحقيقة اللي صارت. فهم يريدون لصاق التهمة بفلسطيني، وبعدها يحاولون يقلبون الرأي العام يكون معهم، بدل ما يكون ما كان ضدهم والفلسطينيين همج. شوفوا كيف قتلوا هذا الشخص قدامكم بهذه الطريقة الهمجية. والأهم من هذا أنهم يعطون ذريعة لقادة الدول العظمى مثل بريطانيا وغيرها من الدول الغربية اللي أعلنت بأنها ستعترف بفلسطين في المؤتمر التاريخي المسمى بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية اللي تقودها السعودية وفرنسا. طبعا اللي يعرف منكم الأوضاع اللي تصير في العالم الآن ربما يعرف بأن بدأ يصير في مظاهرات عنيفة جدا في فرنسا من بداية سبتمبر، من أسبوع أو أسبوعين تقريبا بس. الآن أنت تعرف سببها، لأن اللي يقود هذا الحراك السياسي للاعتراف بدولة فلسطين التي ستوقف إسرائيل الكبرى هو السعودية وفرنسا. وبالتالي فرنسا الآن عليها ضغط جدا هائل من قبل الصهاينة وأعوانهم اللي ربما ما تشوفهم، ما تعرف بأنهم صهاينة، لكنهم مدفوعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الآن وش الحقيقة؟ هذه اللي ذكرتها قبل شوي هي الرواية العالمية واللي يحاولون يقنعونك فيها. وش الحقيقة؟ الحقيقة أن تشارلي كيرك قبل شهر تقريبا بدأ يتغير بشكل بسيط جدا وتدريجي.
بدأ يخرج في البودكاست حقه ومع ناس معينين بأسئلة معينة تثير بعض التساؤلات، أسئلة معينة عن إسرائيل. وبحط لكم الروابط عن المقاطع اللي طلع فيها، وممكن أحط لكم الآن مقطع سريع جدا وش قال بالضبط بالإنجليزي، ربما ما تفهمونه لكن يعرف إنجليزي بيفهمه، لكنه طلع بشكل واضح نادر جدا. أغلب كلامه 99% دعم لإسرائيل، لكن بعض الكلمات اللي كان يقولها كان فيها بعض التساؤلات عن دعم أمريكا المستميت لإسرائيل، وهل إسرائيل كانت يعني الهجوم 7 سبتمبر أو يسمونه هجوم أكتوبر 7 أكتوبر هل كان حقيقي أو كان مفتعل؟ كانت إسرائيل تريد أن الهجوم هذا يحدث، تحتاج ذريعة أو لا، لأنه حدث 6 ساعات، وذكر يعني دلائل معينة. فجزء بسيط أظهر بأنه بدأ يتغير. نفس الوقت قبل شهر تقريبا خرج واحد من المشاهير، وبعطيكم تغريدة الآن قبل ما يتم اغتياله بشهر، طلع واحد وكتب تغريدة، والآن التغريدة موجودة في تويتر في إكس، قال بأن ما راح أذكر أسماء، لكن أنا سمعت من ناس قريبين من تشارلي كيرك بأنه يخشى من أن إسرائيل تغتاله إذا بدأ يغير رأيه عنهم، وهو أساساً بدأ يغير رأيه عنهم لكن بنسبة 1%. طيب لا، إسرائيل ليش ممكن تغتال واحد بسبب أنه غير رأيه بنسبة 1%؟ عندنا تكر كارلسون مغير رأيه بشكل كامل، عندنا كانديس أون كانت مع إسرائيل بشكل كامل وتغيرت. هذول كلها كانوا تجارب لإسرائيل واللبي الصهيوني. في السابق كان في كثيرين مع إسرائيل بشكل كامل ثم تغيروا، وإسرائيل كانت تعتقد بأن ما لهم أهمية، لكن اكتشفت بأن لهم أهمية وصار في زخم كبير جدا. فالآن إسرائيل تخاف، بدأت تشوف بأن في ناس بدأت تغير آرائهم لكنهم خايفين. واحد منهم تشارلي كيرك، والثانية واحدة ذكرتها لكم قبل اسمها ميغان كيلي، مشهورة جدا. ما أعتقد أنهم ممكن يغتالونها لأنها مرأة، واغتيالها يعني لو صار في اتهام لإسرائيل بيسبب لها مصائب، ولا تظهر أساساً أمام في العلن في الجامعات فيسهل اغتيالها. لأن اغتيال تشارلي كيرك أساساً يعني كان واضح بأن الاغتاله يعرف بالضبط وش الكلام اللي بيقوله، لدرجة أن اغتاله حرفياً بعد كم كلمة قالها تكلم عن العنف الذي يأتي من المجرمين المهاجرين. أول ما قال كلمة هذه جت الضربة في رقبته، فكانوا يبغون يربطون بين العنف الذي يأتي من المجرمين المهاجرين وبين الضربة هذه اللي جته، أو أنهم يستهزئون بالعالم، ما أعرف بالضبط شو يبغون. لكن واضح أن اللي ضربه يعرف بالضبط أجنداته وش بيقول، وطبعا هو تابع لإسرائيل بشكل كامل، حماية الشخصية تابعة لإسرائيل، كل اللي معه يدعمونه ويكتبون له خطاباته ويعني كلهم تابعين لإسرائيل. وبالتالي واضح الموضوع جدا أن الموساد يقف خلف هذه العملية. طيب ليه اغتالوه الآن؟ اغتياله كان ممكن يسبب ثورة. الآن العالم كثير منهم بدأ يتساءل إسرائيل اغتالته، لأنهم كانوا يخافون أنه يتحول هو اللي عنده تأثير جدا كبير على طلاب الجامعات. طلاب الجامعات لهم أهمية كبيرة، ولو تحول فيه كثير مثله كانوا خايفين بيصيرون معه، بيتحولون معه مثل ميغان كيلي وغيرها، فراحوا قتلوه، واعتقد بأن قتله سيسبب ثورة مضادة، وهم يعرفون بأن في قتله بيصير في ثورة ضدهم، لكن كانوا أمام خيارين أحدهم أفضل من الآخر، يا أما أنه يتحول إلى الجانب الفلسطيني الجانب الصواب ويتركهم بعد بيتبعون الناس كثير، أو أنهم يقتلونهم الآن يصير في ثورة معينة. ما أعرف أنا بصراحة وش الأسوأ بالنسبة لهم، لكنهم اختاروا يعني طريق العنف وطريق التخويف. طريق التخويف عادة ما ينجح مع العالم، أنت تتعامل مع العالم، ما تتعامل مع عدد معين من الناس بتخوفهم، العالم كله. فأعتقد بأن هذا بيسوي ثورة مضادة، وأخطأهم هذا المصير الكبير جدا ما صار إلا لأنهم في حالة استنفار وحالة هلع. لو ما كانوا في هذه الحالة من الخوف ومن الربشة ومن يعني اللخبطة ما كانت اتخذوا هذه القرارات الغير محسوبة. ربما يكون كلامي غلط،
إذا أثبتوا، إذا قدروا أنهم يسيطرون على الرأي العام وقدروا أنهم يخلون العالم يعتقدون بأن من اغتاله فلسطيني. وأنا أعتقد بأنهم سيفعلون هذا مستقبلا، سيقولون بأن من اغتاله فلسطيني. هذا هو هدفهم في النهاية. إذا أقنعوا العالم بهذا الشيء واقتنعوا العالم نجحوا في سرديتهم، وهذا شيء جدا مؤسف، لأن الموضوع واضح جدا أنهم هم من اغتالوا. يعني ما يبغى لها شيخ على ما قالوا، ما يبغى لها ذكي، ما يبغى لها حد يفكر. الموضوع جدا واضح. أبجديات اغتيال الموساد موجودة كلها في هذا الاغتيال. الأمور إن شاء الله تكون أحسن. يوم 22 سبتمبر بإذن الله سيكون يوم تاريخي بقيادة السعودية وفرنسا. استطاعوا أنهم يسوون مظاهرات في فرنسا، لكن ما قدروا يسوون شيء في السعودية. وأنا أتوقع ربما يكون جزء من سبب ضربهم لقطر هو أنهم يريدون استفزاز السعودية أنها ترد بطريقة معينة بحيث أنها تفتعل صراع معهم، بحيث أنهم يفعلون شيء معين. لهذا ربما يلاحظ البعض أن السعودية ردت فعلها على ضرب قطر ما كان ذاك يعني القوي جدا مثل ما كان رد السعودية على ضرب الكويت، لأن السعودية تنتظر يوم 22 سبتمبر بعد 11 يوم. هذا اليوم الموعود اللي بإذن الله إذا نجحنا فيه بتحقيق دولة فلسطينية، كل اللي تعمل عليه إسرائيل والهيصة هذه كلها سيكون أمامها كابح حقيقي، ضربة عنيفة في وجه الصهاينة كلهم بأكملهم. بإذن الله ستنجح السعودية، وفرنسا ستتغلب قدام 11 يوم، يعني بإذن الله ستتغلب على المظاهرات هذه، وسينجح العالم يعني يتحرر الفلسطينيين وأهل غزة من المذابح والبلاء اللي يمر فيهم، لأنهم يستاهلون بكل صراحة أنهم يعيشون حياة طبيعية مثل أي إنسان. هم بشر مثلنا في نهاية المطاف. ما راح أتكلم كمسلم كعربي أقولوا ما هالنافق، ولا خلني أتكلم كإنسان على الأقل. هم بشر مثلنا يستحقون حياة كريمة. عسى الله يفك عنهم الكرب اللي هم فيه، ودمتم بخير. The behavior by a lot, both privately and publicly, are pushing people like you and me away. Not like we're going to be pro-Hamas, not like we're going to, but we're like, honestly, the way you are treating me is so repulsive. I have text messages, Megan, calling me an anti-Semite. I am learning biblical Hebrew and writing a book on the Shabbat. I honor the Shabbat, literally the Jewish Sabbath. I visit Israel and fight for it. And there's another article out in the Times of Israel today. I could read it on air. I was just reading before I got on. Charlie, what are you doing? Like, why are you, what am I doing? I'm sorry. Like, let's just take a step back here. Like, I'm an American citizen. Yes, I want Israel to win. Yes, I'm a Christian. But like, some of the mess, and you saw, and you've seen how I've been treated, Megan, by some, not all, by some. No, it's very irritating. It's been so unfair. They were coming after you after Turning Point for, among other things, that you had Dave Smith there. Dave Smith is allowed to criticize Israel. You had both sides. The Israeli side was overrepresented. No, you're not allowed to. It's even worse than that. Again, I just want to repeat for the 5th time. I love Israel. I want Israel to win. But my moral character is now being put into question, Megan. Not my decisions. Not like, hey, are you doing this? Is it smart or is it dumb? But no, I am a bad person if I do this. And I could go, I mean, you saw it, Megan. It was trending on Twitter, thousands of tweets and text messages. And if I were to be charitable and generous, I will say the people that are attacking me are in a hyper-paranoid state because they're at war, and war tends to make things black and white, and you're a hammer looking for a nail. So I'm trying to be charitable, Megan. Literally, I'm trying to cut as much slack as I can, right? Like, okay, what would it be like if all of a sudden I'm starting to see a pattern of behavior similar to what my grandparents saw in 1930s Germany online? How would I behave? So that's like my charitable kind of overcompensation spirit. At the same time, I'm like, but it's not defensible to be dumb.